السلام عليكم. كيف حالكم أيها الجزائريين والشعب الجزائري والشعب المغربي؟ تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم عندي في القناة. اليوم جبت لكم أخبار جديد جدا أيها الشعب الجزائري على اتحاد العاصمة الجزائر. يا حلاوة، كيفاش غادي نبدا في هذا الفيديو هذا. المدرب ديال اتحاد العاصمة قدم الاستقالة ديالو. المدرب ديال اتحاد العاصمة الجزائري قدم الاستقالة ديالو من الفريق. والسبب، من هو السبب؟ السبب هو الكبرانات. السبب هو الخريطة المغربية. الخريطة المغربية من طنجة إلى القويرة. شتي وتشوف هذا المدير ديال اتحاد العاصمة قال لي انا تصدمت ملي جا المدرب قد جاب لي ورقه ديال الاستقاله. قال لي تصدم. علاش غادي تصدم؟ علاش غادي تصدم يا المدير؟ علاش ديال اتحاد العاصمة؟ لانك انت انسان غبي والكبرانات اللي معاك غبيين. واش فهمتي؟ انت انسان غبي والكبران غبي. ما بغيتيش تلعب مع الفريق مع بركان. علاش؟ لان حامل القميص فيه الخريطه المغربيه. واش جاب الخريطه المغربيه لكره القدم؟ واش درتو دابا؟ خرجتو على اتحاد العاصمه، خرجتو على اتحاد العاصمه الجزائريه. هو المدرب قدم الاستقاله، هو المعنويات ديال اللعابه غادي يطيحوا. عامين ديال الوقوف، وزيد عليها الغرامات الماليه من اتحاد الكاف. ويلا على فضيحه، على فضيحه. شوفوا معايا الجزائر هذا الفيديو هذا كيفاش كيتكلم هذا المدير ديال اتحاد العاصمه على المدرب ديال اتحاد العاصمه اللي قدم الاستقاله. تبعوا الفيديو حتى الاخر وشوفوا الحقيقه. اذا كنتو جزائريين اللي هما اذكياء راه غتفهموا كلشي، ولا كنتو جزائريين اللي اغبياء تابعين شنو قالوا حلب والو الساعبين بيجي يطبون مضحك، راه ما غادي تفهموا حتى شي حاجه. المهم تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا كلشي. يلاه تحياتي لكم جميعا. بطبيعة الحال الاستقالة ممكن يمتي انتروديكسيون. الاستقالة تاع فاجأنا فيها. كانت أول بعد الرجوع من التدريب بعد مقابلة وجاب الاستقالة تاعو مكتوبة. إذا كان فكر فيها وجابها مكتوبة من البيت تاعو. دخل المكتب تاعي وقدم لي الاستقالة. غدا في الصباح تنقلت أنا والسيد صفار إلى البيت تاعو لمدة حوالي 20 دقيقة وحنا البيت، ولكن لا أحد يرد علينا أمام البيت تاعو، حتى في الهاتف ما كانش يرد. تنقلنا إلى المكتب عند رئيس مجلس الإدارة ودرنا ان كومونيكي باللي الفريق يرفض الاستقالة تاع سنين تاع كارثة. لا ريسبونسابيليتي elle revient à la personne اللي ديسيداو. مانيش عارف شكون هذا المسؤول هذايا اللي ديسيدا تقعد هكذا. تصريح حصري لقناة ميديا ان تي في أعلن خوان كارلوس غاريدو عن استقالته من تدريب اتحاد العاصمة الجزائرية. معنا للمزيد حول هذا الموضوع الصحفي الرياضي عادل العلوي من مدينة سلا. أهلا بك معنا. بداية، كيف تعلق على خبر استقالة غاريدو عن تدريب أو من تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائرية؟ مساء الخير كلثوم، مساء الخير لمشاهدي ميديا ان تي في. بالفعل كنا ننتظر هذا القرار، وكنا ننتظر ايضا انفصال غاريدو عن فريق اتحاد العاصمه الجزائريه على اعتبار على مجموعه من الاعتبارات. اولا، ليس له الان ما يفعله مع فريق اتحاد العاصمه الجزائري بعد الاقصاء، بعد اقصاء اتحاد العاصمه الجزائري نفسه من كاس الكاف، وبالتالي لم يعد هناك طموح ولم يعد هناك مستقبل مع هذا الفريق. علما ان غاريدو هو مدرب، وكلنا نعلمه وكلنا نعرفه هنا بالمغرب، هو مدرب للالقاب، وتعاقده مع اتحاد العاصمه الجزائري جاء من اجل الفوز بالالقاب. والحال ان اتحاد العاصمه الجزائري الان اصبح خارج المنافسه الافريقيه، فماذا يفعل مع فريق لا يريد ان يشارك، او بالتالي مسؤولون لا يريدون ان يشاركوا في منافسات الافريقيه، وبالتالي فعلوا اشياء
يعني من أجل أن يكونوا خارج هذه المنافسة. وغاريدو قالها في تواصل مع ميديا ان تي في على أنه فعلا يعني قرر الاعتزال أو قرر الطلاق بينه وبين اتحاد العاصمة الجزائري، وإن كان الفريق ينفي ذلك عبر أخبار زائفة، كما كان يروج لأخبار زائفة على أساس أنه لم يتم إقصاؤه من منافسات كأس الكاف أمام الفريق النهضة البركانية. ولكن الحقيقة هي أنه غاريدو أصبح خارج أسوار فريق اتحاد العاصمة الجزائري. طيب، برأيك هل كانت الإشادة بالبنى التحتية المغربية النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت برحيله من الجزائر؟ يبدو ذلك وأيضا على أساس أنه قد تحدث في بلهجة، يعني بلهجة المدرب الطموح وبلهجة المدرب الذي يريد لعب مباراة الإياب. كان يمني النفس بأن يلعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري مباراة الإياب، وبالتالي أن يظهر مهارات هذا الفريق وأيضا هوية أو بصمة هذا المدرب على الفريق الجزائري خلال مباراة الإياب. ولكن يعني القرار مسؤولي اتحاد العاصمة الجزائري والقرارات ربما الغير مفهومة والغير مبررة رأى فيها المدرب غاريدو على أنه يعني شيئا ربما أنه لا يستطيع أن يكمل مشواره الاحترافي مع هذا الفريق. زيد على ذلك على أنه يعرف المغرب وسبق له أن درب بالمغرب ويعرف البنية التحتية، ولكن تفاجأ أيضا بأشياء أخرى ربما غابت عنه في الفترة التي غاب عنها المغرب، وبالتالي أبرزها في تصريحاته ربما يعني أزعجت مسؤولي الاتحاد العاصمة وأزعجت المسؤولين هناك بالجزائر، مما يعني كان سببا في ردة فعل ربما يعني انزعاجية وانفعالية، وربما كانت النقطة التي أفضت الكأس بين المدرب غاريدو وأيضا فريق اتحاد العاصمة الجزائري. ولكن تبدو الأمور أعتقد هي واضحة وضوح الشمس، ولا مجال للاختباء، ولا مازال للأخبار الزائفة، أو لا مازال أيضا يعني ردة فعل أخرى من خلال تصريحات مضادة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. نعم، الصحفي الرياضي عادل العلوي، شكرا لك على كل هذه الإضاءات، كنت معنا مباشرة من مدينة السلع. شكرا جزيلا لك. تكشف جديد قضية قميص النهضة بركان. أصدرت المحكمة التحكيم الرياضية طاس بلاغا بخصوص قضية مرفوعة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي الاتحاد العاصمة ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها وفريق نهضة بركان بشأن أقمصة الأخيرة التي تحمل خريطة المغرب وتم اعتراض عليها في مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية. وأشارت طاس في بلاغها إلى أنها سجلت استئناف المقدم من قبل الاتحاد الجزائري ونادي الاتحاد العاصمة ضد الكاف وجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان بخصوص القرار اللجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية بتاريخ 21 أبريل 2024، والذي زكى قرار لجنة الأندية بسماح للفريق المغربي بخوض مباريات نصف نهائي كأس الكاف بأقمصة رسمية التي تحمل خريطة البلاد. وأبرز البلاغ أنه بجانب الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمة، تقدم طرفان بطلب استعجالي للتعليق وتنفيذ قرار لجنة الاستئناف الكاف، موردا أن هذا الطلب تم رفضه من قبل رئيس القسم الاستئناف بمحكمة الرياضية في 26 أبريل 2024، أي قبل يومين من موعد مباراة الإياب في ملعب البلدي ببركان. بلاغ المحكمة التحكيم الرياضية أوضح أن الطرفين يتبادلان حاليا مذكرات وتقارير قبل تعيين هيئة التحكيم التي ستبت في القضية، على أن يتم انتقال إلى مرحلة موالية من الإجراءات بعد ذلك، منها عقد جلسة الاستماع. وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه لا يمكنها تقديم أي
دون تفاصيل إضافية بخصوص الموضوع ولا جدول الزمني لإجراءات، على أن يتم الإعلان قرار النهائي بعد انتهاء مراحل التحكيم بين أطراف المعنية. جدير بالذكر إن إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي كان مبرمجا الأحد الماضي بالملعب البلدي في بركان لم يجرى بسبب امتناع نادي الاتحاد العاصمة الجزائري عن خوض اللقاء بداعي وجود خريطة المغرب على القميص نهضة البركان، كما أن مباراة الذهاب لم تجرى أيضا بعد احتجاج السلطات الجزائرية أقمصة الفريق المغربي في المطار هواري بومدين لسبب نفسه. لتعلن الكاف فوز نهضة بركان في المباراتين بحصة إجمالية 6-0